السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معانا فيديو جديد هنعمل فيه وصفتين حلوين جدا جدا. هما دايما مرتبطين ببعض، احنا دايما بناكلهم في الشارع وبنبقى معجبين جدا بطعمهم. احنا النهاردة هنعملهم في البيت، هتلاقوها طعم الشارع بالظبط. هنعمل الكبدة والسجق الاسكندراني زي ما بناكلهم بره بالظبط، من اي مكان، من على العربيات، من محلات، نفس طعم بره بالظبط. اول حاجة هنبدأ نعمل الكبدة. انا عندي ده تقريبا كيلو او كيلو الا ربع كبدة متقطعة صغير. هي دي كبدة بلدي، بس علشان توصلي لنفس تقطيعة الشارع بتعملي حاجة، بتجيبي الكبدة حتة واحدة، يعني بتخلي الجزار يديهالك قطعة واحدة، وانتي بتجيبيها بتشيليها في الفريزر لحد ما يعني تمسك نفسها وتبقى يعني جامدة شوية. بتبتدي بعد كده تقطعيها شرايح رفيعة، بتطلع معاكي نفس تقطيعة الشارع. لكن لو انتي قطعتيها او خليتي حتى الجزار يقطعها لك اسكندراني، هتطلع شرايح تخينة، مش هتكون ابدا زي بتاعة الشارع، لان في الشارع بيستعملوا الكبدة المستوردة وهي بالفعل بتبقى متقطعة بمكن، يعني متجمدة ومتقطعة بمكن، فبتطلع معاهم رفيعة جدا جدا. لو عايزة تعملي نفس الشكل بتاع الشارع هتعملي الطريقة اللي بقولك عليها دي. تمام، يبقى عندي هنا كيلو كبدة، وعندي دول 3 معالق كبار توم مفروم، معرفش يبقوا قد ايه بالفصوص، بس دول 3 معالق كبار. تمام، معلقتين كبار خل، عصير ليمونتين، وعندي البهارات بتاعتي نص معلقة فلفل اسود، ربع معلقة ده ورق لورا على حبهان مطحون، ربع معلقة، ربع معلقة سماق، ربع معلقة بهارات، معلقة كبيرة أو معلقتين صغيرين كزبرة ناشفة مطحونة، ومعلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة كمون. دي البهارات بتاعتي. طيب يلا معانا نشوف هنعمل الكبدة ازاي. أنا معايا كمان في المكونات طبعا فلفل أخضر، عايزة تحطي فلفل أخضر حلو بس تمام، عايزة تحطي فلفل حراق أو حامي مع الفلفل الحلو برضو تمام. انا بحط فلفل اخضر بس مش فلفل الوان، لان الفلفل الالوان ما بيستويش بسرعه والكبده بتستوي بسرعه، فهنا هلاقي الفلفل يعني طعمه ظاهر قوي، مش هيبقى في نفس سوى الكبده. فانا بفضل الفلفل الاخضر بس مش الفلفل الالوان في الكبده. هنا في طاسه على النار انا حطيت كميه من الزيت، ممكن تشوفي انها كمية كتير شوية، بس هو المفروض ان الكبدة الزيت بتاعها بيبقى كتير شوية. اول لما الاقي الزيت بدأ يسخن هحط نص كمية التوم اللي معايا، يعني احنا قلنا هما 3 معالق كبار، هحط تقريبا يعني نصهم او ممكن احط معلقتين. انا مش هخلي التوم ياخد اي لون، يعني مش هيحمر ولا اي حاجة، انا بس هقلبه في الزيت دقيقة مش اكتر. بمجرد ما الريحة بدأت تطلع هحط معلقة من الخل ومعلقة من الليمون، وهحط الكبدة بتاعتي. اول ما احط الكبده احط عليها البهارات كلها مره واحده على طول، علشان تكون لسه مسام الكبده مفتحه فتاخد من طعم البهارات كلها. ببتدي بقى اقلبها. الكبده مش بتستوي على نار هاديه خالص، النار بتاعتي بتبقى عاليه. بسيبها 5 دقايق مش اكتر من كده. الكبده من الحاجات اللي بتستوي بسرعه جدا. بمجرد ما الكبده لونها بدأ يغير معايا للون ده كده، هي كده بدأت تدخل في السوا، فهحط على طول الفلفل
وهزود باقي الثوم وباقي الخل وباقي الليمون. وهسيبها دقيقتين 3 مش اكتر من كده. طبعا ما ينفعش نعمل سندوتشات كبده وسجق من غير ما نعمل سلطه الطحينه الجميله اللي بتبقى معاهم. انا عندي هنا دي طحينه خام، مش عارفه بصراحه ده قد ايه، يعني نقول مثلا دي كوبايه طحينه، تمام. وعندي هنا 3 فصوص ثوم مفرومين، وعصير ليمونه، ومعلقتين خل، ونص معلقه ملح، ربع معلقه شطه طبعا دي اختياري، نص معلقه فلفل اسود، ربع معلقه كمون، دي رشه بسيطه من البهارات لو عاوزه تستغني عنها مفيش مشكله. اول حاجه بحط الخل والليمون وهقلبهم، وبعدين احط الثوم واحط البهارات بتاعتي كلها، وابتدي ازود ميه دافيه لحد ما اوصل للقوام اللي احنا عاوزينه. في ناس بتحب تحط زيت، بس انا اكتفيت بالزيت اللي هو بيبقى اصلا في الطحينه نفسها. لو عاوزه تحطي طبعا مفيش مشكله، حطي معلقتين. طبعا احنا عايزينها مش خفيفه قوي ومش تقيله، علشان لما نحطها في السندوتشات ما تبقاش سايله قوي ولا تبقى ماسكه زي ما هي دلوقتي. احنا هنخففها بس شويه. القوام ده كويس، وهي لو قعدت شويه برضو بتتقل تاني، فالقوام ده كويس جدا. السجق بقى انا عندي هنا نص كيلو سجق، انا مقطعاه قطع صغيره كده، وعندي هنا 3 حبات طماطم او 4، ودي بصلايه كبيره متقطعه جوانح. هو المفروض البصل ممكن يبقى اكتر من كده، بس انا عندي الولاد مش بيحبوا البصل قوي. وده فلفل اخضر تقريبا 2 أو 3 برضو. السجق مش بحط عليه توابل غير يعني شوية صغيرة جدا من الملح، لان هو بالفعل بيكون فيه ملح وفلفل اسمر، مش اكتر من كده خالص، لان هو بيبقى فيه توابل كتير فمش عايزين نضيع طعمه ونكتر في التوابل. يلا بقى نشوف هنعمله ازاي. انا هنا عندي ووك محطوط فيها معلقتين بالظبط صغيرين زيت، او معلقة واحدة، تمام. علشان هو كده كده السجق هينزل دهون كتير، فانا مش عايزة احط فيه دهون اكتر من كده. هبتدي انزل السجق في الزيت. انا مش هضيف اي توابل لحد ما اشوف الملح فيه عامل ازاي، علشان ما يكونش زيادة. هسيبه لحد ما ينزل كل الدهون اللي فيه ويبتدي ياخد لون. هنا السجق بتاعي اهو نزل كل الدهون اللي فيه زي ما احنا شايفين. هبتدي اشيله في طبق، وهسيب الدهون دي في الوك زي ما هي. اول ما بيدبل كده بحط الطماطم والفلفل، بحط بقى ملح بسيط وفلفل اسود بس كده. لما الخضار ده يبدأ يدبل شوية
هضيف السجق على طول. دلوقتي بقى اضيف السجق. هو مش بياخد وقت خالص، يعني دي اكله سريعه جدا لو انت مستعجله، بتتعمل في 5 دقايق. تمام كده بقى جاهز عندي. نشوف بقى التقديم. ده الشكل النهائي للسندوتشات بتاعتنا. طبعا طعم تحفه وريحتها تحفه. انا هنا بقدمها مع طبق المخلل الجميل ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ولو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كانت معاكم رشا من قناتي أكلتين وبس.